ازيكم يا حلوين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ما تيجي نعمل كده حاجة حلوة جميلة وسهلة ومقاديرها موجودة في البيت. معايا معلقتين نشا، نقول بسم الله. معايا كده حوالي دول 3 معالق نشا، عشان انا معايا هنا حليب 3 كوبايات. ومعايا كمان ورقة فانيليا، ومعايا المرة دي هعملها مهلبية بالشوكولاتة، قطعة شوكولاتة حلوة كده. لو مش موجودة ممكن كاكاو، يعني ايه، شوفي ظبطي نفسك بقى. ومعايا كمان معلقة كريم شانتيه، لو مش موجودة مفيهاش اي مشاكل. ومعلقتين سكر علشان طبعا الشوكولاته هتكون ايه، مسكره. نحط كده معلقتين بسم الله. دي مكانها نشا مفيهاش حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، ما تكتريش لان الشوكولاته هتكون مسكره. نحط بقى كده على البارد اهو النشا، كريم شانتيه، هتاكليها بقى كريمه. نحط مكعب الشوكولاته كده بسم الله، كله في بعضه بقى كده. وهنروح على البوتاجاز ونقول بسم الله ونقلب علشان ايه، النار كده ايه تدوب الحاجه بتاعتنا دي. خليكم معايا، تعالوا بقى نقول بسم الله على البوتاجاز. وطبعا يا حبايبي خلاص انا فضلت اقلب فيها لحد ما دابت الشوكولاته خالص، وبقت زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده ما شاء الله كريمي اهي. وايدي فيها على طول. طبعا ما رضيتش اطول معاكم الفيديو عشان ما يطولش. ايدك فيها علشان النشا كمان ما يكلكعش منك. اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، على نار هاديه خالص كده، توطي لتحت وتفضلي تقلبي فيها. لازم بقى نعلي كده شويه النار علشان النشا يستوي. تلاقيها بتبقبق كده قدامك كده. خلاص المهلبيه بتاعت الشوكولاته بقت زي الفل. حطي اخر حاجه كيس الفانيليا بسم الله عشان ريحته تبقى موجوده وما تروحش. اهو نقلب بقى مع بعض كده بسم الله. خلاص انا كده خلصت. المفروض ان هي هتبقبق قدامكم دلوقتي. وخلاص كده انا خلصت. المفروض تحطي الفانيليا وتقفلي. ودلوقتي يا حبايبي خلاص زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الجمال. ويا دوبك 3 كوبايات حليب عملوا لي 4 اطباق. تعالي بقى شوفي الطبق ده بره بيبقى موجود بكام. يبقى احنا وفرنا جوه البيت وحلينا جوه البيت وحليت بقى. حبايبي تعالوا اتفضلوا معايا واقول لكم بقى، حطوا اللايك والتعليق وحركه الاكسبلور. والسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. يا مساء الورد والفل عليكم يا حلوين. تعالوا نعمل بقى النهارده البطاطا الجميله السهله المغذيه المشويه كده معانا. اللي كده بصوا يعني حاجه كده في الشتاء تفتح النفس وتغذي ولادك بيها. انا غسلتها حلوه اهو خلاص بالفرشه كده. ومسكيها اغسليها كويس، بلاش الليفه بتاعه المواعين. منكم تستفيدوا مني وصفه ومعلومه. ايه رايكم بقى؟ بستنى منكم كومنت حلو كده علشان يفتح نفسي كده على الوصفه الجميله دي. وسهله جدا ما فيهاش اي افتكاسه. بصوا معايا هنا صينيه علشان ما تتعبيش وتغسلي بيه بالسلكه وتتعبي ايدك ومجهود بقى والقصه دي لا. حطي حته ورق كده فويل هنا هو على الصينيه اهي، ماشي. والورقه دي تحطيها وانزلي بالبطاطا كده بسم الله اهو. واديها كده نغزتين كده عشان في الفرن هي بتاخد وقت شويه، بس احنا عايزينها كده تقوم الايه البخار يدخل جواها تستوي بسرعه. هي بتاخد وقت شويه في السوا، ماشي. مش عايزه اطول عليكم، انا هنغزها انا خلاص. معلش اسفه. وكمان عايزه اقول لكم تعلوا النار في البوتاجاز علشان تستوي معاكي بسرعه. ما تحطهاش تحت، لا هتحطيها على الشبكه اللي في النص. تقوم بقى هي تستوي مع نفسها بقى، تاخد ساعه كده على نار عاليه. وبعدين توطي ايه سنه كده عشان ايه، سنه صغننه عشان ايه تستوي. وممكن كمان تغطيها لو انتي عايزاها تستوي بسرعه. غطيها بورقه زي دي من فوق علشان تعمل كتمه بخار، وبعد كده تبقى تعريها عشان تنشف شويه. تعالوا بقى نحطها في الفرن وهوريها لكم ان شاء الله لما تطلع هتبقى عامله ازاي. ودلوقتي يا حبايبي خلاص خلصنا البطاطا الجميله. بصوا بقى انا كان قصدي ايه، العسل اللي نازل دون عشان ست البيت ما تتعبش واحنا نتعب وايدينا تهلك من كتر السلك المواعين. اي نعم بنغسل، بس يلا عشان خاطر ده بقى قصدت انك تحطي الورق ده عشان العسل بيلزق في الصينيه وتتعبي ايدك بطريقه فظيعه وبيبقى لازق رخم. لا احنا هنرمي الورقه. بصوا الصينيه ما شاء الله زي الفل ازاي اهو. تعالوا بقى نشوف البطاطا. شايفين العسل بتاعها؟ شايفين؟ الف هنا. الله اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بصوا خدت ساعه ونص. تعالوا بقى اتفضلوا معايا بألف هنا وشفا. وايه واقول لكم حطوا التعليق واللايك وحركه الاكسبلور واقول لكم باي باي فيديو جديد ان شاء الله.